لما تجيب صنايعي هو بيشقلب اهو. امسك نفسك يابا عشان اسر عايزك يابا، الله يسترها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على احلى غواة واحلى ناس في الدنيا. زي ما تعودنا كده نبدأ الكلام بذكر الله ونصلي على الرسول. زي ما احنا شايفين الضلمة اللي احنا فيها دي، الحمد لله العين صابتنا ورب العرش نجانا. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الطبلية يا جدعان. طالع لقيت اللمبة من اللمبة الطافية من الطبلية من فوق، بلف اللمبة او بشوفها مالها في ايه، تقوم اللمبة مفرقعة والسلوك مولعة. سبحان الله يعني، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل. وادينا بنأكل الحمام اهو في الكشافات اهو، ربنا يسترها علينا. تعالوا نشوف احنا هنعمل ايه بقى، ولا هنجيب مين، ولا بس اكيد هغير السلوك بتاع الطبلية كلها وكل اللمض اللي في الطبلية. ودينكم شفتوا يا جدعان، اكلنا الحمام في الضلمه على الكشاف بتاع التليفون. ودينا جبنا الوسط احمد السجانه عشان ايه، هنغير سلوك الطبليه كلها زي ما احنا شايفين اهو. وادي ايه الدويه اهي، الدوايه اهي يا جدعان. وادي السلك، خدت بالكم؟ وادي السلوك اللي طلعت اهي يا جدعان. السلوك اللي طلعت من الطبليه كلها بايظه، والدوايه القديمه كلها بايظه. تعالوا نشوف الاسطى احمد بقى هيعمل ايه. تعالى يا اسطى احمد، مسي على الناس كده يا معلم. مسا عليكم يا رجاله. باذن الله كده، باذن الله يعني الحمد لله. الغرض سكه الطبليه كلها عشان هو كده ما عادش نافع، حصل قفله قدر الله يعني. اي حد بعد كده يبص على السلك بتاعه بعد كده في لحام بتاع كده مخمر بتاع، يعني خلي بالهم بعد كده اي حاجه قدر الله بعد كده ممكن تولع في الطبليه. يشوف اي حاجه سكه بايظ بتاع في لحام، يظبط سلوكه يظبط حاجته. اما حاجه الدويات يا جدعان يكون تكون الدويات نضيفه، ما تكونش دويات دلايه كده يعني. هتبدأ منين بقى يا معلم؟ باذن الله هنبدا من اول هنا كده لما اجيب الحاجه. ماشي يا معلم. هيبدأ من اول اللمبه دي يا جماعه. احنا ان شاء الله بنحط 3 لمط فوق عشان الاضاءه بالليل واحنا مسهرين مش عارف ايه الكلام ده كله. بصوا يا جماعه السكه اهو. والله يا جدعان الطبليه كانت هتولع لولا ستر ربنا، اللهم لك الحمد والشكر. بصوا يا جماعه ده الحام اهو تمام، بس اهم حاجه كل لحام مظبوط اهو يا جماعه. ايا كان بقى ممكن انت تعمله اي حد يعمله، بس اهم حاجه لا بس يا عم احمد انا برجح ان انا اجيب الصنايعي احسن. معلش انا كنت انا اللي موصل الطبليه يعني، وشفت اللي حصل يعني. انا اللي كنت عامل الوصله دي على ايدي، عملت فيها كهربائي وبغلطه هنسيح الدنيا كلها. طب ليه بقى؟ طب ما احنا نجيب صنايعي يا عم فاهم في شغله احسن. بص اهم حاجه يا رجاله، بص اللزق يكون مظبوط عشان بعد كده لو جه ميه عليه الكلام ده ما يخمرش، وممكن اعمل اي حاجه في الطبليه، ممكن قدر الله ممكن اولع في الطبليه كلها. الله ينور يا معلم. عليك يا غالي. بص يا رجاله اهم حاجه اللحامات تكون بعيد عن اي خشب، عن اي حاجه، عشان لا قدر الله بعد كده الميه شتت او الكلام ده متبقاش الاسطى بدأ يشتغل اهو يا رجاله. نسيبه بقى عشان ما نعطلوش، ولما يخلص افرجكم على الشغل اللي هو عمله. يا جماعه اهو عملنا كشاف في الطبليه فوق. احمد مرضاش يعمل ال3 لمض، قال لي كشاف كبير واحد كفايه. خدت بالكم؟ وكده بيوصل الجوبيه تحت اهو.
اه نفع. مش نافع ليه بقى؟ اهو يا جدعان، عرفت بقى لما تجيب صنايعي اهو بيشقلب اهو. لازم نشتغل يابا. امسك نفسك يابا عشان اسر عايزك يابا، الله يسترها. الشغف ده يابا. الله يسترها عليه. ده بقى يا جدعان اللي كنا بنتكلم فيه، ان كل واحد صنايعي في مهنته. ما تلفها على الشكل ده احسن، على الدقاه. ليه بقى؟ اه ايوه كده. هيوصل اهو. انتهينا والنص احمد خلص، الله ينور عليه. راجل تمام في شغله بامانه الله، يعني راجل كله تمام. احنا هنا مرضاش يعمل لي 3 لمض زي ما انتم شايفين اهو. نور كده، هات لي الناس كده يا محمد. مرضاش يعمل لي 3 لمض وعمل لي كشاف كبير اهو. عمل لي كشاف كبير زي ما انتم شايفين، منور الطبليه كلها. وعملنا وناسه بره، هاتها كده للناس يا محمد. والناس اللي في الدروه بره اهي. ونورنا الجوبيا تحت، ونور كده من السلك يا محمد للناس. نورنا الجوبيا اهي، وعملنا لمبتين في عشه الشكلات تحت. وكده احنا الحمد لله انتهينا. لو ايه بقى، عايز اقول لكم على حاجه حلوه قوي، يعني الاجمل ان احنا فتحنا هوينا الحمام، وربنا كرمنا بحاجه حلوه قوي النهارده. يعني ربنا كرمنا بدي يا جدعان. فرد عيون بكمه ما شاء الله يا جماعه. عشان خاطر اللص احمد سجانه، وعشان خاطر الشغل اللي احنا عملناه النهارده، صاحبها يجي ياخدها. صاحبها لو شافها يجي ياخدها يا جدعان. مش هنقول لصاحبها لا، صاحبها يجي ياخدها. ده دور واجب مننا. والاسطى احمد معانا اهو، لو عايز يوجه كلمه للناس الطيبه، الناس المحترمه اللي معانا. واتمنى لو اي حد عايز كهربائي مظبوط يجيب الاسطى احمد. بص يا رجاله، اهم حاجه في صناعتنا ديت مبدأ الشغل. اهم حاجه تعمل حاجتك بضمير. ما عملتش حاجتك بضمير هيحصل اوسخ من الاول. تمام. اهم حاجه احنا جبنا السكه جديد وديات جديده وكله تمام. تظبط شغلك على اجمل وجه، تظبط حاجه، تظبط دنيتك، تروق على الدنيا كلها خالص. في الاخر بص على الشغل بعد كده، الله ينور يا معلم بتاع كده الكلام ده. اهم حاجه هيبقى في نص الطبليه، هيبقى في نص الطبليه بعد كده مفتاح اوتوماتيك، اللي هو الاهزه بتاع اللي في البيوت ده. حصل اي قفله، اي حاجه، اي بص اي حاجه خالص في الطبليه هيقوم نازل. الاول ما كانش في الكلام ده. الاول كان اقل قفله هيسيح السلك، هتولع في الطبليه طبعا. معلم عمر لو ما كانش موجود ما كانش لاحق الكلام ده، كانت الطبليه ده كانت كلها تولع. والله يعني هو ربنا سترها اللي هو كان موجود ساعتها. عند ربنا. يعني ربنا سترها هو كان موجود ساعتها. اول ما كانش موجود الطبليه كان هيجي من الشغل ولع كلها. تمام. يعني اهم حاجه مبدأ الشغل يكون مظبوط. اهم حاجه تراعي دماغك في شغلك، سيبك من فلوس، سيبك من الكلام ده خالص. اهم حاجه يكون الشغل مظبوط على اجمل وجه. تمام. بعدين يا جماعه لو حد عايزني في اي حاجه جوه المحله مش بره المحله رن عليا. ده رقمك كمان يا اسطى. 012 72 66 32 10. انا اسمي احمد السجانه من محل الكبرى. الله يبارك لك يا اسطى احمد، الله يبارك لك. وزي ما انتم شفتوا يا جدعان، راجل تمام في شغله. ودلوقتي اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم في حفظ الله.